العاقلين حول ملف الصحراء المغربية. تتبادر إلى أذهاننا بصورة عفوية نماذج مؤسفة تحاول من خلالها بعض العقول الضعيفة التخفي في عباءة المدافع عما تسميه حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وعندما نتمعن على أرض الواقع فيما تدعيه علانية نكتشف أن الشعارات الثورية التي ترفعها هي مجرد ظل الرماد في العيون، لأن هذه الشعارات ليست سوى فقاعة ترفعها أمام الآخرين لإخفاء حقيقة نواياها التوسعية على حساب الوحدة الترابية لجيرانها، ولتمرير هذه الخدعة السخيفة أمام الرأي العام الدولي، فإنها تلجأ إلى تجنيد مجموعة من المرتزقة والدفع بهم لمهاجمة جيرانهم، إما بواسطة السلاح كما هو الشأن بالنسبة للبوليزاريو، أو من خلال مواقع إلكترونية أو خطابات مباشرة على منابر منظمات دولية، مع تغليف هذه الخطابات العدوانية في شعارات ثورية مضللة من قبيل حق الشعوب في تقرير مصيرها. والنموذج الصارخ لهذه الممارسات الخبيثة يتجسد بكل تفاصيله في سياسة البلد الذي يحتضن عصابة البوليزاريو، حيث أنه لا يترك فرصة تمر إلا وانتفض دفاعا عما يسميه حق الشعوب في تقرير مصيرها. والمشكل بالنسبة لهذا البلد هو أن حق الشعوب بصفة الجمع سرعان ما ينصهر بالنسبة للجنرالات الذي يحكمون هذا البلد فيما يسمونه بالشعب الصحراوي الذي لا يوجد إلا في مخيلتهم. في نفس الوقت يتنكرون لهذا الحق المشروع فعلا لشعوب حقيقية في أماكن مختلفة عبر العالم تكافح بكل صدق من أجل استقلالها. السيدات والسادة المندوبون، الكل يعرف أن الدفاع عن ما يسمى حق سكان الصحراء في تقرير مصيرهم ليس سوى شعار خادع يردده الجنرالات الذي يتحكمون في رقاب هؤلاء السكان المحتجزين، لأن ما يهمهم فعلا هو الصحراء كأرض بموقعها الجيوستراتيجي ونافذة على المحيط الأطلسي. جنرالات هذا البلد لا يهمهم أهل الصحراء، لأنهم يحتجزون جزءا مهما منهم منذ ما يقارب من نصف قرن بمخيمات تندوف في ظروف مأساوية. هذا هو قدر المغرب مع جيران متنطعين تنكروا لكل ما قدمه لهم من دعم ومساندة ومأكل ومشرب وملجأ فوق أرضه وفي ضيافة شعبه، يوم كانوا تائهين حفاة عراة جائعين وفريسة سهلة عندما كانوا فارين لا يلون على شيء تحت قصف القوات الاستعمارية. وشكرا.